بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اشترك في القناة ليصلك كل جديد من أهداف وتحاليل. الملاعب متاع اليوم اللي ممكن برشا يصحح في النادي الافريقي مفاجأة كبيرة فاجأتني وفرحتني برشا، وان شاء الله يا ربي تكتب، ونطلب من الكلوب السية الكل هزوا يديكم وقولوا يا ربي امين. ان شاء الله الملاعب هذا يجي النادي الافريقي باش نعطيكم فيديو على اللاعب في اخر الفيديو ان شاء الله هذايا، وباش نعطيكم رأيي في انتداب اللاعب اللي هو واضح انه سيكون هذه المرة رأي ايجابي ان شاء الله، على خاطر الملاعبي الحقيقة أنا فاجئني برشا ما كنتش نتصوره، ولكن إن شاء الله الإفريقي ينجم يوفر الفلوس اللي طلبتها إيكيبته وينجم يجيب الملاعبي هذايا. كيف ثم مدافع آخر وهو من الكوت ديفوار وهو توري يومي جونيور. هذا توري يومي جونيور يلعب في فريق بلاتو الإيفواري اللي كان احتل المرتبة الثالثة في العام الفارط في الكوت ديفوار. مفاوضات مع الإفريقي، النادي متاعو أكيد مش باش يطلب برشا فلوس، ملاعب صغير في العمر. الملاعب هذايا الحقيقة شفت في لي بلاتفورم الكل الرياضية، شفت حتى على الانستغرام في الصفحة الرسمية متاع فريقه في الكوت ديفوار، ثماش برشا فيديوهات. هذاك علاش مانيش باش نطول برشا في المدافع هذايا لخاطر ما نجمش نحكم عليه. الحقيقة شفت له فيديو قصيرة برشا، ما تنجمش معناها تعطي حتى حكم أولي بالطبيعة، حتى هو فيديو طويل وما تنجمش تعطي حكم، فما بالك يعني كيلكي سكوند تفرجت فيه. الحقيقة ما نجمش نحكم عليه، ولكن حسب الصحافة التونسية النادي الإفريقي يدخل بقوة من أجل ضم اللاعب هذايا توري يومي جونيور اللي يلقى فيديو طويل عليه. ماذا بيا يبعث لنا يا خويا ونشوفوه الفيديو القادم ان شاء الله، نعطيكم رايي في الملاعب هذايا. بالنسبه لكسيل ابو عاليه كيف نعطيكم رايي في الصفقه هذه، وهل هي اشاعه ام حقيقه، ونعطيكم بالطبيعه التقييم نتاعي للملاعب هذه بكل حياديه. نمشي لين قبل كل شيء اللي هي القرعه اللي ما حبيتش نحكي عليها ديريكتومون، حبيت ناخذ نهارين ثلاثه وبعد نعطيكم رايي في القرعه. النادي الافريقي راهو يلزم الشعب نتاع النادي الافريقي يفهم اللي النادي الافريقي راهو مش ليفربول، والنادي الافريقي نتاع زمان راهو مش النادي الافريقي نتاع اليوم. النادي الافريقي قبل كان عنده تاريخ في افريقيا، فريق كبير جدا على المستوى الافريقي. الان راهو النادي الافريقي راهو فريق عادي في افريقيا، باش ما نقولش حاجه اخرى. على خاطر انا كي نشوف اللي مستسهلينها جوليبا لا يا صديقي، جوليبا هي بطل مالي. تعرف معناها بطل مالي؟ نحن توانسه عندنا الحقره. بطل مالي معناها فازت على البطوله متواجد فيها الملعب المالي استاد ماليان اللي هو قلق العام الفارط الترجي، قلق العام الفارط كيف سان داونز، كان كيف معناها لاخر لحظه يلعب على الترشح في دور المجموعات مع الاسبيرونس، وكان ينجم يتعدى. معناها فريق محترم جوليبا، مش فريق سهل كما تحكيو. يلزم كيف ثم ناس تقول لك الترشح سهل، نقول لكم اخويا ماناش ليفربول. وثم زاد يقول لك نروحوا ضد جوليبا، نقول لك يا اخويا زاد جوليبا ما هيش اليوفي. بالطبيعه يلزمك تعرف حجمك، يلزمك ما تحقرش معناها المنافسين نتاعك، كيف يلزمك زاده ما تتكبرش على المنافس. المقابله هذه باش تكون تنجم جوليبا تترشح وما هيش مفاجاه في رايي، تنجم الكلوب افريكان تترشح وما هيش مفاجاه، ويلزم الكلوب افريكان تترشح، ولكن ما يلزمش الخوف الزايد من المنافس على خاطر ماهوش منافس معناها قوي برشا، وما يلزمش زاده الاستسهال بالمنافس تقول انا باش نترشح بسهوله على خاطر فريق جوليبا عنده ما يقول في روحه. ونشوف زاده في الناس تخمم ديريكتومون في مازيمبي، راي مازيمبي حتى تعدي انت جوليبا، خمم في جوليبا على خاطر عندك ماتش الروتور في مالي. هذه حاجه بالنسبه لي سلبيه، يلزم الكلوب افريكان تسجل اقل شيء 2 في رادس باش تكون مباراة العودة أسهل بإذن الله. وإن شاء الله يا رب يكون الترشح للنادي الإفريقي. دخلت كيف على موقع او الصفحه الرسميه لجوليبا، المشجعين نتاع جوليبا معناها الحاجه الباهيه اللي يعرفوا ايش معناها كلوب افريكان ومتخوفين برشا من المنافس، وقالوا القرعه كانت صعبه على النادي الافريقي. بالنسبه لمازيمبي راهو ماهوش مازيمبي نتاع 10 سنين التالي، ولكن يبقى مازيمبي، يبقى هو بطل الكونغو ديمقراطيه، يبقى هو بطل في دوري في فيتا كلوب، في دوري معناها جيد، في دوري راهو نجم تقارنوه بالدوري التونسي. النادي الافريقي كيف بطل تونس، ولكن الناس اللي باش تبدا 8 ومدرشنية وفضيحة وهزيمة، لا يا خويا. البارسا خسرت 8 ضد البايرن وعمنا وربحتها 4.
البرازيل خسرت 7 ضد ألمانيا. راهو يصير في كرة القدم هذه النتائج. مانشستر يونايتد ربحت روما 8. بالعكس جاتك فرصة انت تنجم تخرج مازيمبي وتنجم معناها تعمل حاجة وترد اعتبارك على تلك المهزلة. معناها راهو وكيف كيف حبيت نفكركم اللي ثم فريق اسمه ماديمال غاني اللي نجم راهو يخرج مازيمبي. ماديمال غاني راهو ماهوش فريق نكرة. ماديمار راهو لعب ضد مازيمبي وتعادل معاها في السنوات الفارطة. راهو ماهوش فريق نكرة. فرق غانا كذلك تشهد تطور كبير برشا. هذاك علاش ما ننفخوش رواحنا برشا وكيف كيف ما نطيحوش الماء في ركاب للناس. نجموا باذن الله الكلوب افريكان اذا كان ترشحت ضد جولي بارا وتنجم تقابل ماديما. وانا واحد من الناس نحبذ اني نقابل مازيمبي الكونغولي اللي رد الاعتبار للنادي الافريقي. واذا كان خرجتك مازيمبي هو معناها انت اذا كان خرجت ضد مازيمبي ولا جوليبا ما تستحقش ومش لازم اصلا تمشي دور مجموعات. واللي يقول علاش الكلوب ما عندش ظهر في القرعه راهو انت يا صديقي ماكش قاعد تترشح. يعني كي تبقى انت 7 سنين ولا 8 سنين ما ترشحتش للتشامبيونز ليج بالطبيعه ماكش باش تطيح ضد البط البوركيني ومعناها جزر ما نعرفش جزر غينيا ولا الفرق هذه بالطبيعه ولا الصنوبر النيجيري بالطبيعه باش تضيد فرق معناها متوسطه الى قويه. وقت اللي انت تولي عندك عقليه المشاركات في افريقيا وقتها تولي تجي ضد فرق متوسطه وضعيفه. النادي الافريقي يلزم يعود لافريقيا يلزم يدخل مجموعات ما فيهاش كلام. راهو الحاجه هذه تمس حتى من اسم الفريق افريقيا وعالميا. النادي الافريقي يلزم على الاقل المشاركه. شوف الناس تشامبيونز ليج وكاس العالم يا خويا ابدا الان بتوصل للمجموعات كهدف ومن بعد ابدا نيغوسي وشوف السياسيون تاعك ان شاء الله لو وصلت للمجموعات. ولكن خليك الان خمم في مباراه نجم المتلوي ساعه في البطوله وخمم في مباراه جوليبا اللي ستكون هي المفتاح ان شاء الله في رادس. كسيل ابو عاليه بالطبيعه شوف باش نكونوا واضحين ما عندناش في النادي الافريقي افضل من كسيل. ولكن حسب اعتقادي هي مجرد زوبعه في فنجان على خاطر خرج من الترجي. مش معناها ديريكتومون يجي تونس فقط يلوجوا على الفيوز والجمات. الصحيح عنده عرض من بلوزداد ومن الامارات. المر النادي الافريقي يدخل في مفاوضات مع الحسن كانتي. الحسن كانتي الناس الكل يعرفوه على خاطر لعب في البطوله التونسيه يعرف البطوله التونسيه. والحاجه الباهيه برشا اللي هو يعرف المدرب ماهر الكنزاني وترينا عنده في السي بي. الملاعب هذاك مشى من السي بي الى سيمبا التنزاني فريق كبير جدا في تنزانيا وهو الاكبر في تنزانيا. الملاعب هذا سينيغالي بيفو كلاسيكي عنده تصويبات رهيبه الحقيقه يعني بيفو جيد جدا. هذه المره مانيش باش نقول لكم راهو سيء لا بالعكس. الملاعب هذا كان جابته الكلوب ضربت مع المية ولكن الفريق نتاعو منفتح على بيعه ولكن طالب فيه فلوس تقريبا ما يقارب مليار من المليمات التونسيه وما عندوش مشكله انه يسيبه. الحقيقه الملاعب هذه ما عندي منقول لو كان نجيبه. ولكن ماهر الكنزاري بما انه اوصى على هذه الملاعب معناها الان كانتي وكانه لا يدخل في حسابات المدرب والله اعلم والله اعلم. ولكن الملاعب هذا راه قيمه ثابته وان شاء الله يا ربي يكتب للنادي الافريقي. ملاعبي كبير برشا ملاعبي نتصور انا حطيت حتى في مخي وسط ميدان الكلوب بهذا اللاعب كانتي الى جانب سيدو خان امامهم يكون الحرزي او هيكل الشيخاوي. في بعض المباريات كنت حاب تسكر تنجم تهبط كيف كيف الصدام. يعني وسط ميدان قوي جدا النادي الافريقي. ان شاء الله تكتب يا رب. اكتبوا لنا رايكم في الانتداب هذا يا راو تم وما تنساوش السبسكرايب بالطبيعه. ان شاء الله ديما في صحه جيده والسلام عليكم.